لما تكون بلد ناشئ في ظروف دولية وإقليمية شديدة التقلب، لما تكون في منطقة محورية في العالم وبتسعى إنك تثبت أركانك وتثبت نفسك، لما يكون تحت إيدك ثروات فتحسن استثمارها وتوجيهها لتحقيق أهدافك، لما تكون بلد صغير الحجم ولكن حكامك وشعبك مدركين أهمية موقع بلدهم ومؤمنين بقدراتهم في تحقيق أهداف كتير يشوف إنها مستحيلة، لما تسعى لامتلاك وتطوير أدوات قوة تعوض بيها نقاط ضعفك، أدوات أنت شايف إنها الأنسب ليك ولأهدافك. فكان يا مكان أنا أقدم واحد في العمارة. ده أنا تاريخ إيه؟ في يناير 1968 أعلنت الحكومة البريطانية سحب كل قواتها من منطقة شرق السويس، القوات اللي كان من أبرز أدوارها الإشراف وفرض الحماية على منطقة الخليج العربي اللي من ضمنها العراق وإيران وما في المنطقة من ثروات خاصة النفط. وكانت أهم نتائج الانسحاب البريطاني هو دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط علشان تتولى هي الإشراف على المنطقة، نفطها ودولها الجديدة أو المراد إنشائها، خاصة مع وجود بعض المشكلات زي مطالبة إيران بتبعية البحرين ليها، وكانت بريطانيا واقفة ضد الضم ده. ومن بين دول المنطقة دي واللي ليها أهمية كموقع وكثروة نقصد طبعا الغاز الطبيعي دولة قطر. فإيه هي قصة قطر واللي كانت من 30 سنة بس بلد مختلفة تماما عن اللي بنشوفها دلوقتي؟ علشان نحاول نجاوب عن السؤال ده هنرجع لسنة 1479، ودي السنة اللي نجح فيها المستكشف البرتغالي فاسكو دا جاما في خلال رحلته للهند في اكتشاف طريق بحري أوروبي إلى الشرق، لما سار في الطريق المعروف برأس الرجاء الصالح بالخروج من البحر المتوسط جنوب أوروبا والالتفاف حول قارة أفريقيا وصولا للمحيط الهادي، الاكتشاف اللي هيغير مجرى المنطقة كلها، منطقة الخليج العربي، ويحولها لمنطقة تنافس من القوى العالمية الكبرى، وهيغير العالم خاصة في ظل حرص أي قوة عظمى في السيطرة على البحار ومساراتها. وبالفعل كان عند الدول الأوروبية اللي عندها مشاريع احتلال كان عندها بعد ونظر وفكر وإرادة وتنفيذ، فأنشأ الأوروبيين قواعد تجارية دايمة في منطقة الخليج لأول مرة. وفي سنة 1502 أرسلت البرتغال حملة عسكرية من 5 سفن حربية وقفت بشكل دائم عند مدخل البحر الأحمر مشكلة قاعدة عسكرية متنقلة، وبقت القاعدة العسكرية البحرية دي هي التهديد الأبرز اللي بيواجه الدولة المملوكية اللي كانت بتحكم مصر وأجزاء من الشام وقتها، لدرجة أن سفن البرتغاليين كانت بتمارس عمليات القرصنة على السفن العربية التجارية وبتمنعها من التنقل والمرور إلا بموافقة برتغالية، ومن جنوب البحر الأحمر لجنوب شبه الجزيرة العربية ومهاجمة شواطئ اليمن لغاية ما وصلوا لشواطئ الهند. وكانت كل البلاد دي بيحكمها المسلمين، ودخل البرتغاليين في معارك بحرية مع المماليك والهنود ثم مع الدولة العثمانية في إطار الصراع على البحار والمواني. أما خلال القرن السادس عشر وبدايات القرن ال17 اتعرضت الأراضي اللي بتشكل تقريبا دولة قطر الحالية لحروب وصراعات من جانب عدد من الدول والقوى، مش بس برتغاليين، دخل كمان على خط الصراع العثمانيين من الدولة العثمانية على الصفويين، دولة الصفوية الشيعية اللي كان ثقلها في إيران الحالية، ونجح الصفويين في هزيمة البرتغاليين والسيطرة على الأراضي اللي هي حاليا دولة البحرين. لكن البرتغاليين استخدموا موانئ قطر كقاعدة للإغارة على البحرين وللسيطرة على المياه وفرض ضرائب على السفن اللي بتستخدم طريق الخليج العربي في التجارة. في خلال الفترة دي كانت بعض القبائل اللي عايشة على أرض قطر بتسيطر على بعض المناطق فيها، منهم قبيلة آل مسلم وبرضه قبيلة بني خالد، واللي امتد حكمهم أو سيطرتهم لأراضي بتشمل حاليا مناطق داخل قطر والكويت. طبعا كانت القبيله العامل الاساسي في الحياه السياسيه والاجتماعيه في شبه الجزيره العربيه عموما، وكان شيخ القبيله هو الزعيم او الحاكم صاحب السلطه العليا، ولكل قبيله شيخ بيستمد قوته من اتباع ابناء قبيلته ليه، وهو صاحب الكلمه الاولى في القبيله وفي ايده اصدار كل القرارات. وفي بعض الاحيان كان بيطلق على الشيخ لفظ الامير اللي بيحكم وبيدير امور قبيلته وفق عدد من التقاليد والعادات والاعراف. ولكن بالنسبه للقبائل اللي كانت في قطر فيبدو ان عوامل جغرافية أو غيرها أدت لوجود شكل جديد من نظام القبيلة، فبدل ما هو معتاد من أن كل قبيلة بتعيش بشكل منفصل، كانت القبائل في قطر لديها ما يشبه شكل بسيط للائتلاف أو اتحاد القبائل، مع احتفاظ كل قبيلة أو شيخها أو أميرها بمكانتها ومكانته فيها. ومع مرور السنين توالى على حكم الساحر
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية أو الخليج العربي توالى عليه حكام وأمراء وشيوخ حكموا المدن والجزر الرئيسية فيه، وده كان في مرحلة ما قبل نشأة الإمارات. ما نقصدش نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة، نقصد نشأة إمارة ورا الثانية في عموم منطقة الخليج العربي. ففي القرن الثامن عشر كانت قطر بتعرف باسم شبه جزيرة قطر، وكان بيتم تعريفها على إنها شبه جزيرة تقع على الساحل الشمالي الشرقي لشبه الجزيرة العربية وفي جنوب غرب خليج البصرة، وبتمتد من جهة الشمال بين خليج البحرين وبحر البنات، وبتشترك في حدود بحرية وبرية مع كل من جزيرة البحرين واليمن. اليمن سابقا كانت بتضم اليمن المعروفة حاليا وكل ساحل الإمارات المعروف حاليا، في حين بيفصل بينها وبين إيران مياه الخليج العربي. فكان موقعها ده محل أطماع العديد من الدول الكبرى. ومن خلال الوثائق العثمانية يرجع تاريخ ظهور قطر لسنة 1847. نامت المنطقة وازدهرت بسبب وجود ميناء على ساحل البحر تابع للأحساء، وكان موجود حوالي 40 قرية فيهم تقريبا 1000 بيت، وبلغ تعداد سكانها حوالي 13500 نسمة. يعني كان النشاط والعمران سبب رئيسي في البحر. علشان كده وقتها كان أبرز الأماكن في قطر هي القرى أو المدن المطلة أو القريبة من البحر، وكانت المناطق دي بتسمى القصبات أو القصبات، منها قصبة الوكرة وقصبة الخور، ودول مواجهين لأراضي اليمن وإيران. قصبة الزيارة اللي في الجانب الآخر يعني أقرب للبحرين. ووقتها كانت قصبة البدع هي مركز قطر، وهي موجودة لغاية دلوقتي بنفس الاسم البدع. نتمنى نكون بننطق الأسامي صحيح. وفي كتاب بعنوان دليل خليج البصرة جزء مخصص عن قطر قال الكاتب أن قطر أرض حجرية مرتفعة فيها بعض التلال الصغيرة كل طرف منها عبارة عن وادي حجري. أما مدينة الوكرة فهي منطقة أسست حديثا لمكانها المتميز القريب من الساحل والمؤهل لرسو السفن فيه. يبدأ التاريخ الحديث لدولة قطر اللي بالمناسبة عدد من المؤرخين بيقسموه ل3 مراحل. بدأت بمرحلة التحول من القبيلة للإمارة، وانتقلت لمرحلة محاولات الاستقلال عن النفوذ الأجنبي البريطاني وإنهاء النفوذ العثماني، وانتهت بمرحلة الاستقلال وبناء الدولة اللي يبدأ في القرن الثامن عشر لما اتجمعت القبائل القطرية تحت زعامة محمد آل ثاني اللي بيرجع نسبهم للشيخ ثاني بن محمد بن تامر بن علي من بني تميم من أشهر قبائل مضر بن نزار، وده بسبب مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية بين القبائل القطرية. وده على الرغم من أنهم مش أكبر قبيلة من حيث العدد، لكنهم استغنوا عن ده بتنمية قدراتهم الاقتصادية من خلال التجارة القائمة على جمع اللؤلؤ وتجارة السلاح. بعد كده اتكونت البيئة الاجتماعية لقطر في بداياتها من البدو والحضر. البدو هم القبائل العربية الرحل اللي بيتجولوا في الصحاري وبيشتغلوا بتربية الإبل والأغنام. أما الحضر فكانوا القبائل العربية اللي عايشين على ساحل البحر أو حوالين منابع المياه وأطراف الواحات والوديان. وكان الحضر بيدفعوا للبدو ما يسمى بعوايد الأخوة أو ضريبة، ويبدو إنها كانت ضمن اتفاق بيضمن عدم الإغارة عليهم أو التعرض ليهم. وده لأن الموضوع كان منتشر جدا وقتها لدرجة إن الدولة العثمانية خصصت ما يشبه المرتبات السنوية والهدايا تحت اسم تخصيصات العربان، وكانت بتقدم لشيوخ القبائل البدوية بهدف توفير الأمن للطرق والأهالي الحضر. يعني في أحد الوثائق اللي كانت صادرة عن وزارة الداخلية العثمانية اتذكر إن من ضمن القبائل اللي بتحصل على مخصصات قبيلة عجمان وقبيلة آل مرة. أما أسرة آل ثاني أحد فروع قبيلة بني تميم كانت مستقرة لسنوات طويلة جدا حوالين واحد جبريل الموجودة جنوب نجد، لكن يبدو بسبب بعض الخلافات أو عدم الاتفاق اللي حصل بين بعض القبائل خاصة مع بدء تمكن آل سعود وفي مطلع القرن ال18 قررت أسرة آل ثاني إنها تسيب نجد وتتجه أكتر ناحية البحر، وبالفعل اتجهت لقطر واستقرت في منطقة الشمال. وفي وقت لاحق وبقيادة الشيخ محمد بن ثاني انتقلوا لمنطقة الدوحة. وفي سنة 1851 أصبح الشيخ محمد بن ثاني أول حاكم لقطر، وده بعد ما قدر إنه يوحد القبائل القطرية تحت راية واحدة. وفي نفس السنة قدر الشيخ محمد بن ثاني تعزيز مكانته على المستوى الإقليمي بعد ما تحالف مع الإمام فيصل بن تركي أمير الدولة السعودية الثانية ودعاه لزيارة قطر واستقبله بشكل لائق. وما اكتفاش الشيخ محمد بن ثاني بإرساء حكمه داخليا وتأمين تحالف مع الجارة السعودية، ففي سنة 1868 يوقع الشيخ محمد بن ثاني اتفاقية مع السلطات البريطانية المشرفة على منطقة الخليج بعد اجتماع عقد بمدينة الوكرة مع الكولونيل لويس بيلي المندوب البريطاني في الخليج. ونتاج الاتفاق ده اتعاملت المملكة البريطانية مع الشيخ محمد بن ثاني كحاكم رسمي لقطر، وأقرت واعترفت بالأراضي اللي تحت سيطرته ككيان سياسي يعني مستقل. وكمان تعهدت بريطانيا بحماية قطر من أي عدوان خارجي على أن يتم رفع أي نزاع ينشأ بين قطر وأي إمارة خليجية تانية
تانية إلى المندوب العام البريطاني. وكان من ضمن بنود أو أهداف الاتفاقية عدم قيام أهل قطر بأي أعمال عدائية في البحر أو عمليات عسكرية أو بحرية في مياه الخليج العربي. وبكده بعد توقيع المعاهدة أصبحت قطر عضو في معاهدات السلم البحري. وبعد سنوات قليلة كان اسم الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني بيتردد بقوة باعتباره ابن الحاكم ولي العهد. ومع وجوده في قصر الحكم والسلطة عرض الشيخ جاسم فكرة إن بريطانيا تفرض نفوذها بشكل كامل على بلده، وحاول الاستفادة من الاتفاقية البريطانية القطرية، لكنه في الوقت نفسه كان عنده استعداد إنه يتخلص منها في أي وقت لو ما حققتش المكاسب المناسبة. وبالفعل ما استمرتش الاتفاقية وقت طويل لما لقى الشيخ جاسم فرصة قدامه للتخلص من النفوذ البريطاني، فقرر التوجه لمنطقة الأحساء مقر وجود الحملة العثمانية، وأعلن انضمامه للدولة العثمانية. وبعد رجوعه لقطر رفع العلم العثماني على قصره في الدوحة. وفي سنة 1871 وصل الجيش العثماني لقطر للمشاركة في حمايتها من أي عدوان خارجي. أما على المستوى الداخلي فكان النفوذ العثماني محدود في أمور الحكم، يعني الدولة العثمانية ما اتدخلتش في الشؤون القطرية الداخلية، واستمر حكم قطر في إيد كل من الشيخ محمد بن ثاني وابنه الشيخ جاسم. طبعا كان رد فعل بريطانيا إنها اتهمت الدولة العثمانية بالتآمر والتخطيط لاحتلال أراضي البحرين وكامل ساحل عمان بهدف القضاء على المصالح البريطانية في المنطقة. ونوصل لسنة 1876 ومع تقدم الشيخ محمد بن ثاني في السن، تقريبا وقتها كان اقترب من عمر 100 سنة، ساب أغلب أمور إدارة حكم قطر لابنه الشيخ جاسم. وبعد سنتين وتحديدا في 18 ديسمبر 1878 تعلن وفاة الشيخ محمد بن ثاني ويتولى الحكم رسميا ابنه الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. بحسب المصادر القطرية الرسمية فهم بيعتبروا الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني هو مؤسس قطر الفعلي ورائد نهضتها، وبينقلوا انه الى جوار تلقي تعليمه على ايد شيوخ وائمه اتعلم منهم القران وعلومه والفقه والمعاملات. فوالده حرص على تعليمه الفروسيه والقنص. وان الشيخ جاسم بن محمد زي ما كان قائد عسكري اشتغل برضه بالافتاء والقضاء. وفي السنوات الاولى من حكمه حاول الشيخ جاسم توحيد اهل قطر وقبائلها بشكل اكبر، واهتم بالتعليم وانشاء كتاتيب، وكان بيؤم الناس في الصلاه ويلقي الدروس في المساجد ويفتي ويقضي بين الناس. واستثمار لموقع قطر المتميز على الخليج العربي اهتم الشيخ جاسم بالموانئ البحريه واشتغل على تطوير بناء السفن لتعزيز وزياده صيد الاسماك، وكمان والاهم اللؤلؤ، صيد اللؤلؤ وبيعه والتجاره فيه، علشان خلال عهده تبقى قطر من اكبر مصادر اللؤلؤ في المنطقه، وبقت علامه تجاريه مع الهند وسواحل افريقيا الشرقيه. وده طبعا ساهم في توفير فرص عمل وتحسين الظروف المعيشيه لاهالي قطر. اما على المستوى الاقليمي والدولي كان الشيخ جاسم مؤيد للخلافه العثمانيه زي ما قلنا، ونجح في تقويه علاقته بالعثمانيين على الرغم من الضغوط البريطانيه اللي كانت بتمارس عليه. وفي المقابل منحوا الباب العالي منصب قائم مقام. بعد كده تم منح الشيخ جاسم رتبه قابوتشي باشي، ودي رتبة تشريفية كاعتراف بسلطته على قطر وزعامته على القبائل القطرية، وبقى يتلقى عطايا سنوية أو راتب من الباب العالي. وفي نفس الوقت بيرسل إيرادات بلده لوالي الأحساء العثماني، وكانت الأمور ماشية في طريق كويس بين الطرفين، اعتراف واحترام متبادل. الباب العالي بيقلد حاكم قطر رتب، والحاكم رافع العلم ومؤيد للدولة العثمانية، وكمان بيرسل إيرادات بشكل دوري، أو بمعنى آخر ضرائب فرضتها الدولة العثمانية على استخراج اللؤلؤ. لكن مع الوقت رغب العثمانيين في النفوذ أكتر داخل قطر وتدخل مباشر في إدارة البلد، الرغبة اللي اتقابلت بالرفض من الشيخ جاسم بن محمد علشان تتوتر العلاقات بينهم. ويقرر الشيخ جاسم تقديم استقالته من عمله كقائم مقام. وفي يناير 1893 أرسل الشيخ جاسم خطاب استقالته لوالي البصرة محمد حافظ باشا، إلا إن الوالي رفض الاستقالة وطلب من الشيخ جاسم الاستمرار في منصبه، لكن الشيخ جاسم أصر على موقفه وقراره، وكمان نقل مقر إقامته من الدوحة اللي كان فيها حامية عثمانية نقلها لمنطقة الضغاين. وبعد فترة انتقل الشيخ جاسم مرة تانية برجاله وقواته لمنطقة الوجبة علشان يدير منها شؤون البلد وأي مواجهة محتملة. وفي 14 فبراير 1893 يوصل للدوحة والي البصرة محمد حافظ باشا بقوات عسكرية عثمانية، وأعلن إن قدومه لإعادة الانضباط. طلب من الشيخ جاسم إنه يجي للقائه ويعرض شكواه وسبب استقالته، لكن جاسم رفض يروح له، خاف إنه يكون في أمر مدبر ليه، وقرر إرسال وفد للوالي بقيادة أخوه الشيخ أحمد. لكن والي البصرة غضب جدا وقرر تصعيد الموقف لحد المواجهات العسكرية، فقبض على الوفد القطري وقرر التحرك لمكان الشيخ جاسم واللي في المقابل كان مستعد، ووزع قواته على أماكن محددة في الطريق وجهز رجالته بالسلاح والذخائر والمؤونة. وفي 13 مارس 1893 قاد الوالي العثماني والي البصرة قوة كبيرة في اتجاه الوجبة لإلقاء القبض على الشيخ جاسم وتقديمه للمحاكمة. وتقريبا من اللحظة الأولى لبداية المواجهة العسكرية كانت الكفة مايلة جدا تجاه قوات الشيخ جاسم علشان تنتهي المواجهة بانتصاره وقواته، ولاحقا عاد إلى الدوحة مرة تانية. طبعا انتصار الشيخ جاسم اعتبر
تعتبر هزيمة لقوات الدولة العثمانية. ومع تقييم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني للأحداث قرر عزل والي البصرة بحكم مسؤوليته وقيادته للحملة العسكرية وسوء تصرفه فيها. وقدر السلطان عبد الحميد موقف الشيخ جاسم بتأييده للباب العالي على الرغم من اللي حصل علشان ترجع العلاقات تاني بشكل جيد ومتوازن بين قطر والدولة العثمانية. الدولة العثمانية اللي كانت بتمر بظروف في غاية السوء ووصلت لحالة كبيرة جدا من الضعف بسبب المؤامرات عليها من أكتر من دولة غير المؤسسات الداخلية. وفي 1909 يتمكن حزب الاتحاد والترقي من إبعاد السلطان عبد الحميد الثاني من الحكم. وفي 17 يوليو 1913 يتوفى الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني عن عمر 86 سنة. وبوفاته تكون قطر على موعد مع الحاكم الثالث الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، واللي كان والده عينه سنة 1906 كحاكم للدوحة. وتعرف عن الشيخ عبد الله قربه من البريطانيين وتعاونه معاهم في أكتر من مجال. وبعد توليه الحكم بشهور وتحديدا في 29 نوفمبر 1913 وقعت الاتفاقية الأنجلو عثمانية، ودي اتفاقية بين المملكة البريطانية والدولة العثمانية. اتفاقية كان الهدف منها تحديد النفوذ في شرق الجزيرة العربية. وبموجب الاتفاقية دي اتخلت الدولة العثمانية اللي كانت في أواخر عهدها عن سيادتها على إمارة قطر. وفي 19 أغسطس 1915 انتهى الوجود العسكري العثماني في الدوحة وانتهت العلاقات بين الطرفين واللي امتدت لأكثر من 43 سنة. وقبلها بسنة أو أقل ومع انطلاق الحرب العالمية الأولى في 1914 كانت الدولة العثمانية انضمت لجانب ألمانيا ضد بريطانيا وحلفائها بسبب الخلافات اللي كانت بين العثمانيين وزعماء منطقة الجزيرة العربية. نجحت بريطانيا في كسب ولاء الزعماء العرب في شبه الجزيرة العربية والشام علشان يقفوا معاها ضد العثمانيين، ووعدتهم بريطانيا بالاستقلال والحرية عقب تحقيق الانتصار وهزيمة ألمانيا والدولة العثمانية. وكان واحد من الزعماء دول الشيخ عبد الله بن جاسم، واللي رغم انضمامه للبريطانيين إلا إنه كان ليه موقف يحسب له. فبعد ما انقطعت كل المساعدات عن الحامية والقوات العثمانية في المنطقة بسبب الحصار البحري اللي فرضته بريطانيا على الحكومة العثمانية في مياه الخليج العربي ورغم حرب ضدهم، قرر الشيخ عبد الله انه يقدم مساعدات غذائية ومالية للحامية العثمانية الموجودة. ومع توالي هزائم الألمان وانحسار أكبر لدور ومكانة الدولة العثمانية وانسحابها من منطقة الخليج العربي، كان المفترض البريطانيين يوفوا بعدهم من استقلال واعتراف وغيره. لكن للأسف اللي حصل عكس كده. ففي 3 نوفمبر 1916 قررت بريطانيا التوسع أكتر في المنطقة، خاصة بعد ما بقت اللاعب الوحيد بعد انسحاب العثمانيين من قطر، وشافوها فرصة ولازم يستغلوها ويضموا إمارة تانية من إمارات الخليج العربي لمستعمراتها وإخضاعها للحماية البريطانية. ونتيجة للأحداث دي يوقع الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني معاهدة حماية مع بريطانيا. وكانت بريطانيا ممثلة في المقيم السياسي في الخليج بيرسي كوكس، حاجة كده زي المندوب السامي. بكده تكون قطر آخر إمارة في الخليج توقع على المعاهدة دي، واللي كانت أهداف بريطانيا منها تعزيز وجودها في المنطقة علشان تحافظ على مصالحها طبعا بعد زيادة عمليات القرصنة البحرية، ده غير دخول شركات النفط الأمريكية في المنطقة في محاولة منها لاستكشاف النفط، وده بعد الاكتشاف اللي حصل في منطقة مسجد سليمان في إيران سنة 1908. وبالعودة لبنود المعاهدة فبموجبها تعهد الشيخ عبد الله بالتعاون مع بريطانيا في القضاء على تجارة الرقيق أو العبيد، بالإضافة للحفاظ على أمن السواحل القطرية من أعمال القرصنة وعدم استيراد الأسلحة أو بيعها في أرضه. في المقابل بريطانيا بتتعهد بتزويده سنويا ب 500 قطعة سلاح مع الذخيرة. وتحفظ عبد الله بن جاسم على بعض بنود المعاهدة، شاف انهم بيمسوا السيادة الوطنية لقطر زي السماح لرعايا بريطانيا وتحديدا الهنود بمنافسة سكان قطر في صيد وتجارة اللؤلؤ. وبرضه كان الشيخ عبد الله مش موافق على بند بيسمح لبريطانيا بإنشاء مكتب بريد خاص بيها داخل قطر. أما البند الثامن اللي بموجبه هيتم تعيين مقيم بريطاني داخل قطر، فكان الشيخ عبد الله معترض على تعيين مسؤول بريطاني ووعد البريطانيين انه هينظر في الموضوع ده في وقت لاحق. وكان الشيخ عبد الله متخوف من تدخل المسؤول البريطاني في الشؤون الداخلية القطرية واختصاصاته كحاكم ويحصل ما بينهم تنازع في الصلاحيات، يعني يكون في رصين قيادة في البلد. وعلى الرغم من البنود دي إلا أن الاتفاقية كان فيها بعض البنود اللي يمكن اعتبارها مفيدة في التوقيت ده لقطر، منها التعهد البريطاني بالحماية من جهة البحر ومنع أي جهة خارجية أو دولة من التدخل في شؤون قطر الداخلية، وده كان واحد من البنود اللي استفادت منها قطر بشكل أو بآخر. وردا على تحفظات واعتراضات الشيخ عبد الله على بعض البنود استجابت الحكومة البريطانية وقبلت تحفظاته. كانوا شايفين انهم خدوا مكاسب دلوقتي فمفيش مشكلة يستنوا على باقي المكاسب، وانهم مع الوقت هيسعوا الحصول على موافقته على باقي البنود.
التفكير اللي فات ده كان رأي ووجهة نظر المقيم البريطاني لمنطقة الخليج العربي، ومع ان المعاهدة وقعت في نوفمبر 1916 الا ان التصديق عليها رسميا تم في سنة 1918. ورغم ان توقيع المعاهدة تم بشكل تفاوضي بين الطرفين بريطانيا وقطر، شكل ما فيهوش تهديد او ضغوط وفيه التزام بتنفيذ المعاهدة وتجاوب مع تحفظات حاكم قطر، الا ان الفترة اللي تالت الحرب العالمية الاولى حصل فيها تطورات خلت بريطانيا تتجاهل بنود المعاهدة. مش بس كده، دي كمان بدأت تفسر بنود المعاهدة بالشكل المناسب ليها وفق رؤيتها الحالية للأحداث. وكان أول اختبار فعلي بند تسليح قطر والدفاع عنها ومدى التزام الإنجليز بتوفير السلاح اللي وعدوا بيه الإمارة القطرية في وقت تزامن مع زيادة قوة الشيخ عبد العزيز آل سعود. وكان في كلام بيتردد حوالين احتمالية حدوث اجتياح عسكري للحدود القطرية من ناحية شبه الجزيرة العربية. ورغم كده ففي سنة 1919 اعترفت بريطانيا بمكانة الشيخ عبد الله بن جاسم ومنحته وسام إمبراطورية الهند بلقب سير، وهو اللقب الأعلى والأرفع في المملكة البريطانية تقديرا لدوره في مساعدة الإنجليز خلال الحرب العالمية الأولى. وبكده تكون بريطانيا ميزت الشيخ عبد الله بن جاسم عن كافة شيوخ وزعماء الساحل العماني. ولكن التكريم أو منح اللقب ده على أهميته يبدو انه ما حققش الطمأنينة لحاكم قطر من ناحية المملكة الإنجليزية، وقرر وقتها عبد الله بن جاسم انه يعمل اختبار نوايا، فدعا مستر تريفور المقيم السياسي البريطاني في الخليج لزيارة الدوحة. وبعد استقباله خلال الزيارة سألوا عن الموقف البريطاني في حال حدوث مشاكل داخلية في قطر زي ثورة أو تمرد عسكري على نظام الحكم. وسأل جاسم تريفور هل وقتها بريطانيا هتساعد بمعدات عسكرية يقدر من خلالها انه يدافع عن حكمه. كان رد المقيم البريطاني ان بلاده بتسعى لحل الأزمات من النوع ده بالطرق الدبلوماسية. وقتها فهم الشيخ عبد الله ان بريطانيا مش حليف ليه، هي حليف بس اللي بيحكم ايا كان هو مين، يعني مش هتقدم له مساعده في تعزيز مكانته او الحفاظ على حكم قطر. وهنا شاف الشيخ عبد الله بن جاسم ان مصلحته التقرب من آل سعود، خاصه وانه كان عنده تخوفات من تمرد بعض افراد العائله الحاكمه ضده. لكن بريطانيا ما كانتش طبعا من مصلحتها انه يكون في اي تقارب او تحالف حقيقي بين آل ثاني كحكام لقطر وبين آل سعود كحكام للسعوديه. فحاولت انها تجتمع مره ثانيه بالشيخ عبد الله، وفي الاجتماع ده طلب الشيخ عبد الله من بريطانيا بشكل واضح الاعتراف بابن محمد كولي عهد او خليفه ليه في الحكم، بالاضافه للسماح ليه باستخدام سفنه لتنفيذ عمليات عسكريه ضد قريتين على الساحل سبق واعلنوا تمردهم ضده. ومش بس كده، ده طلب منهم التعهد بمساعدته ضد اي مؤامره يتعرض لها. يعني حاولت بريطانيا كعادتها انها تحقق اكبر مكاسب ليها وتبعد الطرف اللي قصادها عن اي تحالف ممكن ياثر عليها حاليا او مستقبلا. ومش بس كده، دي كمان شافت ان دي فرصه للضغط على حاكم قطر علشان يوافق على البنود المعلقه من معاهده 1916 واللي ما كانش موافق على تنفيذها. لكن استمرت الأوضاع كما هي تقريبا، ومع استمرار الأزمة، أزمة تسليح قطر، ومع تزايد التهديدات اللي بتواجه حاكم قطر سواء تهديدات داخلية أو خارجية، حست بريطانيا إن ده الوقت المناسب إنها تحقق مكاسب مضاعفة من الهواء. يعني هم ملزمين ينفذوا بنود الاتفاقية، فلا احنا مش هننفذ البنود ومش هندعم قطر بالسلاح غير لما الشيخ عبد الله بن ثاني ينفذ شروطنا الجديده. خلينا فاكرين ان قطر كانت ملتزمه بالمعاهده وملتزمه بالحظر المفروض عليها بعدم شراء اي سلاح من اي دوله او مكان تاني. وفي يناير 1926 تتجدد الازمه بين قطر وبريطانيا لما اعاد الشيخ عبد الله طلبه من المقيم البريطاني في الخليج، والمره دي كان الكولونيل بريدوكس، وطلب بشكل رسمي تزويد قطر ب 500 قطعه سلاح كل سنه وفقا لمعاهده 1916 وملحقاتها. وفي تقريره اللي رفعه الحكومه البريطانيه طلب المقيم البريطاني تقديم الاسلحه لحاكم قطر، وقال ان قطر في حاجه للسلاح والبنادق، وذكر ان على بريطانيا تقديم الاسلحه لحاكم قطر كل فتره كنوع من الهدايا، يعني مش كبند منصوص عليه، لا بريطانيا شايفاها هدايا. وقدرت الاتفاقيه الغريبه دي انها تستمر لمده 20 سنه ونوصل لسنه 1935، ودي السنه اللي شهدت اضافه بنود جديده للاتفاقيه القديمه واللي كان اهمها منح شركه البترول الانجليزيه الفارسيه امتياز التنقيب عن النفط في قطر، بالاضافه لطلب حاكم قطر من بريطانيا توفير الحمايه العسكريه الكامله بحرا وجوا وبرا، نظرا لان المعاهده القديمه كانت بتنص بس على حمايه قطر من جهه البحر. كان رد بريطانيا انها مستعده لتوسيع بند الدفاع عن قطر ضد اي هجمات، ولكن بشرط ان قطر تتعهد وتلتزم بتوفير التسهيلات اللازمه لسلاح الجو البريطاني، واللي كان من بينها انه من حق سلاح الجو البريطاني زياره قطر في حالات الضروره. في المقابل طلب الشيخ عبد الله من بريطانيا تزويده ببعض العربات المصفحه واسلحه اضافيه لزياده التامين والدفاع، فكان رد المقيم البريطاني في الخليج رفض تزويده بالعربات بحجه انها غير صالحه للعمل في قطر. وفي نفس الوقت رجعوا طلبوا من جديد تعيين مسؤول بريطاني في الدوحة، وكان الرد القطري هو الرفض.
يعني رفض برفض. رفض الشيخ عبد الله تعيين معتمد او مندوب بريطاني في قطر علشان يفضل البند ده معلق، ورغم كده تم تجديد الاتفاقيه، واللي بموجبها تعهدت بريطانيا بدعم الشيخ عبد الله بن جاسم والوقوف لصفه ضد اي محاوله لاستهداف حكمه من داخل او خارج قطر. وكمان ضمنت بريطانيا الاعتراف بالشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني كوليا للعهد. في الفتره دي وتحديدا من سنه 1930 وحتى 1940 كانت بوادر النفط بدات تظهر في قطر، وفي اكتوبر 1938 شهدت قطر حفر اول بير للبترول، ولكن اندلاع الحرب العالميه الثانيه اتسبب في تعطيل ابار البترول عن العمل، واللي تزامن مع تراجع قطاع البحث عن اللؤلؤ. ومرت فترة من الركود الاقتصادي علشان تحاول شركات النفط الأمريكية إنها تستغل الفرصة دي وتقنع حاكم قطر إنه يمنحها حق الامتياز في استخراج النفط مقابل امتيازات أفضل وأكتر من اللي بيحصل عليها من الشركات البريطانية، لكن ما تمش التوصل لاتفاق بين قطر والشركات الأمريكية. وفي 25 مايو 1948 تعلن وفاة الشيخ حمد بن عبد الله ولي العهد، ويقرر والده حاكم قطر الشيخ عبد الله تعيين ابنه الثاني الشيخ علي في منصب ولي العهد، وطلب من بريطانيا الاعتراف بيه، ولكن الانجليز زي ما انتم شايفين ما بيدوش حاجه ببلاش وبيستغلوا المواقف اللي زي دي، فربطت بريطانيا اعترافها بولي العهد الجديد في مقابل تنفيذ بنود معلقه من معاهده 1916. وهنا وافق حاكم قطر على تنفيذ البنود، وبالفعل اعترفت بريطانيا بالشيخ علي بن عبد الله وليا للعهد. ولكن في نفس الوقت سعى الشيخ عبد الله بن جاسم لتنوع تعاملاته بخصوص النفط، وفي 5 أغسطس 1949 يوقع حاكم قطر على امتياز تنقيب مع كل من شركة سوبريور أويل الأمريكية والشركة البريطانية للتعدين والاستثمار. وبعد أيام قليلة وفي 20 أغسطس 1949 يتم إعلان تنازل الشيخ عبد الله بن جاسم عن الحكم لابنه، ويتم تعيين الشيخ علي بن عبد الله كحاكم لقطر علشان يكون رابع حكامها، واللي تم تنصيبه كحاكم لقطر بحضور حوالي 50 من أمراء وأعيان العائلة المالكة، بالإضافة لحضور السير ويليام هاي نائب المقيم السياسي البريطاني في الخليج. وبعد 3 أيام من تعيينه يوافق حاكم قطر الشيخ علي بن عبد الله على تعيين الضابط البريطاني جون ويلتون كأول معتمد سياسي بريطاني في قطر. وبكده وفي 1949 يتم تعيين مقيم أو مسؤول بريطاني داخل قطر عشان تصبح آخر إمارة أو بلد خليجي ينفذ البند ده. وطبعا كنتيجة للتعيين ده بدأت بريطانيا تتدخل في شؤون قطر الداخلية، منها مثلا تأسيس إدارة للشؤون الأمنية وفرق بوليس تحت قيادة بريطانية، وإنشاء إدارة للشؤون المالية. وفي 29 ديسمبر 1949 اتصدرت أول شحنة قطرية من بترول الحقول البرية من محطة مسيعيد. وفي 1 سبتمبر 1952 وقع حاكم قطر على اتفاقية جديدة، اتفاقية مع شركة بترول العراق اللي هتعرف بعد كده باسم شركة بترول قطر. وبعد شهرين تقريبا وتحديدا في 29 نوفمبر 1952 وقع حاكم قطر الشيخ علي بن عبد الله على اتفاقية تانية مع شركة شيل يتم بموجبها استخراج البترول من الحقول البحرية، وفي الاتفاقيتين دول تحصل قطر على 50% من أرباح تصدير البترول. وفي 25 أبريل 1957 يتوفى والد حاكم قطر الشيخ عبد الله بن جاسم بعدها ب3 سنين، وفي 24 أكتوبر 1960 وبعد ما تم التوافق داخل الأسرة الحاكمة يعلن الشيخ علي بن عبد الله تنازله عن الحكم لصالح ابنه علشان يتولى الحكم الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني. وللعلم الشيخ أحمد هو أول من حمل لقب أمير قطر. شهدت قطر في عهده نمو اقتصادي كبير بسبب الاكتشافات المتتالية والكبيرة لحقول النفط، علشان تنتقل قطر خلال عهده من اقتصاد التجارة الإقليمية التقليدي للمشاركة في الاقتصاد العالمي بإنتاج النفط. وكان من القرارات المهمة اللي خدها أمير قطر الشيخ أحمد بن علي هو قرار إلغاء منصب المستشار البريطاني مستشار الأمير القطري، والقرار ده حصل بطلب وإعاز من الشيخ خليفة بن حمد ولي العهد. وبالفعل تم إبعاد المسؤول البريطاني علشان يتولى المنصب المستشار حسن كامل، وهو دبلوماسي مصري كان صاحب علاقات كبيرة وقتها، كان قريب جدا وشديد الصلة بولي العهد الشيخ خليفة بن حمد. طوال الفترة دي كانت الاتفاقية البريطانية القطرية اللي تم تجديدها في 1935 لسه مستمرة كمحدد رئيسي للعلاقة بين البلدين، ولكن الوضع ده ما استمرش كتير بعد وصول الشيخ أحمد للحكم. ففي 16 يناير 1968 أعلنت بريطانيا سحب قوتها من جميع المناطق الواقعة شرق السويس علشان ينهي الإعلان ده عصر معاهدات الحماية مع حكام الخليج العربي بما فيها معاهدة 1916 مع قطر. قرار الانسحاب هو اللي دفع إمارات الخليج اللي كل واحدة فيها منفصلة عن التانية، وكان عددهم 9 إمارات: البحرين، قطر، أبو ظبي، دبي، الشارقة، عجمان، الفجير، راس الخيمة، أم القوين. بدأت الإمارات ال9 في التفكير في الاتحاد سوا لمحاولة سد الفراغ السياسي والإداري وخاصة الأمني اللي هينتج عن انسحاب بريطانيا. وبحسب بعض المؤرخين المعاصرين كان قرار الاتحاد
الاتحاد بين إمارات الخليج مدفوع برغبة بريطانية، حتى أن وزير الدولة البريطاني جرينوري روبرتس نصح 7 من حكام الإمارات على ساحل عمان، 7 من ال9 يعني باستثناء قطر والبحرين، نصحهم بإقامة اتحاد بينهم وبين بعض علشان يحموا نفسهم، وقال لهم انهم مع الوقت هيبقوا قوه كبرى في المنطقه بسبب امتلاك ابو ظبي لثروه بتروليه كبيره هتزيد من اتحادهم قوه. طبعا التفكير البريطاني ده ما كانش تفكير ملائكي ولا رغبه في تحقيق مصالح العرب، يمكن كل الفكره ان بريطانيا مدركه ان انسحابها بالشكل ده يعني بلا شك دخول قوه ثانيه مكانها، وكانت القوه دي هي الولايات المتحده الامريكيه. وحتى تصريحات وزير الخارجيه الامريكي هنري كيسنجر كانت بتاكد ده لما قال ان انسحاب بريطانيا يعني بلا شك ضروره التواجد الامريكي في منطقه الخليج العربي عشان تأمين المصالح الأمريكية وحماية النفط. في الفترة دي كانت أغلب تصريحات أمراء وحكام الخليج مرحبة جدا بفكرة الاتحاد. وفي 25 فبراير 1968 انعقد اجتماع في إمارة دبي ضم حكام الإمارات ال9، وقدمت قطر مشروع بعنوان اتفاقية اتحاد الإمارات العربية، وقلل المشروع الجديد من عدد الإمارات، فبدل ما كانوا 9 هيكونوا 5، قطر والبحرين وأبو ظبي ودبي، كده 4، بالإضافة لإمارة الساحل العربي المتحدة، ودي هتتكون من إمارة الشارقة وأم القوين وعجمان والفجيرة. وكان المشروع بينص على ان كل اماره تحتفظ بسيادتها الداخليه الكامله، يعني لها مطلق الحريه في اداره شؤونها الداخليه، في حين تكون مسؤوليه السياسه الخارجيه مسؤوليه مشتركه من امارات الاتحاد، ويتم اختيار رئيس مجلس اعلى للاتحاد ونائب رئيس المجلس، وتعيين قائد اعلى للقوات المسلحه للاتحاد. تم مناقشه المقترح القطري علشان ينتهي اجتماع دبي باعاده صياغه جديده للمشروع القطري اتعرفت باسم اتفاقيه دبي، لكن كان في بعض الاشكاليات، كان ابرزها اشتراط الاجماع بتمرير قرارات الاتحاد. والمشكله الثانيه كانت التجاهل التام للمشاركه الشعبيه، ما كانش فيه اي كلام او بند بيتكلم عن تشكيل هيئات برلمانيه تمثل عموم الشعب. وبعد ما كانت فكرة الاتحاد مرحب بيها وماشية بخطوات حماسية، كانت أول بوادر الفشل لما عجز المجلس الأعلى للاتحاد عن الاجتماع في الموعد اللي تم تحديده وفقا لاتفاقية دبي، وكمان حصلت مشاكل بسبب طريقة انتخاب رئيس الاتحاد. فعلى سبيل المثال اعترضت البحرين على ترشيح ممثل قطر، لكن انتهت المشكلة بعد ما اتدخلت أبو ظبي وأقنعت البحرين إنها تسحب اعتراضها، واتقال وقتها إن اللي حصل كان ترضية لقطر، خاصة بعد ما تم اختيار الدوحة كمقر لاجتماعات المجلس الأعلى للحكام. وفي قطر نفسها كان لولي العهد الشيخ خليفة بن حمد تصريحات حادة جدا، قال فيها ان قطر هتخسر من الاتحاد اكتر ما هتكسب، خاصة ان الاتحاد هيتسبب في توتر العلاقات الجيدة اللي بتجمع قطر مع كل من السعودية وايران، وان مع الوقت قطر هتلاقي نفسها طرف في نزاعات هي مش سبب فيها ومش كسبانة منها اي حاجة. وفي الوقت ده كانت ابو ظبي عندها مشاكل حدودية مع السعودية بسبب واحد البريمي، وكان في مشاكل ونزاعات ما بين البحرين وايران. طبعا في ظل الاجواء دي ومع تعثر المفاوضات وعدم التوصل لاتفاق بشأن اتحاد إمارات الخليج، قررت قطر التوجه لإعلان الاستقلال. وحاولت قطر في الفترة دي وتحديدا سنة 1969 إنها تصدر عدد من القوانين تساعدها في إدارة نفسها بنفسها، فأصدرت قانون بإنشاء إدارة الشؤون الخارجية، ودي كانت النواة الأولى لوزارة الخارجية القطرية. بعدها في 1970 صدر أول دستور قطر، وتضمن الدستور تشكيل أول مجلس وزراء وحدد اختصاصاته ودور الأجهزة الحكومية، عشان ينعقد أول مجلس وزراء في تاريخ قطر برئاسة ولي العهد نائب الحاكم الشيخ خليفة بن حمد، واللي تولى فيها وزارتي البترول والمالية إضافة لمنصب رئيس الوزراء. وتنجح مساعي الدوحة في الاستقلال، ففي 3 سبتمبر 1971 حصلت قطر على استقلالها عن الاحتلال البريطاني. وألقى نائب الحاكم الشيخ خليفة بن حمد كلمة أو خطاب للشعب القطري عبر الإذاعة والتلفزيون نيابة عن أمير قطر الشيخ أحمد بن علي، اتكلم فيه عن أسباب لجوء قطر لإعلان استقلالها وإيه اللي منتظرها خلال الفترة القادمة. وبعد استقلالها عن بريطانيا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ قطر، فبعد إلغاء المعاهدات السابقة أصبحت قطر دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وبعت القبائل القطرية وأهالي قطر وشيوخها الشيخ أحمد بن علي أميرا لدولة قطر. وفي الشهر نفسه سبتمبر 1971 انضمت دولة قطر لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وفي 22 فبراير 1972 ينفذ ولي العهد الشيخ خليفة بن حمد انقلاب ضد عمه أمير قطر، واستغل أحد سفريات الشيخ أحمد خارج قطر ونقل كل السلطات ليه، وأطلق على انقلابه ده اسم الحركة التصحيحية، وبارك شيوخ الأسرة الحاكمة انتقال الحكم للشيخ خليفة واللي اعتبروه إعادة تصحيح مسار الحكم. وحصل الشيخ خليفة على تأييد من عموم أهل قطر، وكان الانقلاب أو الحركة التصحيحية زي ما بيسموها سلمية تماما بدون أي إراقة دماء أو إيذاء لأي حد من رجال الشيخ أحمد. وكان أبرز قرار خده الأمير الجديد لقطر هو إقالة الشيخ عبد العزيز من منصبه وزيرا للصحة بسبب الكلام اللي تردد عن تحضيره لانقلاب يطيح بالشيخ خليفة. وتمت بعض الاعتقالات لأنصار الشيخ
الشيخ أحمد، لكن تم الإفراج عنهم في وقت لاحق. وبعد استلام الشيخ خليفة الحكم خد عدد من الإجراءات والقرارات ضمن الحركة التصحيحية زي ما بيطلقوا عليها، وكان من أهمها زيادة رواتب موظفي الدولة وإعفاء شريحة من الشعب من القروض، وعين أول وزير للخارجية بقطر. وفي 19 أبريل 1972 قرر أمير قطر الشيخ خليفة تعديل الدستور، يعني نقدر نقول إن قراراته كانت بتستهدف كسب الشارع القطري. بعد انتشار ظاهرة النفط في الخليج والاستفادة من العوائد النفطية واعتباره مصدر للكسب والثراء، وبسبب الثروات الطبيعية دي بدأت الهجرة لدول الخليج سواء من العرب أو الأجانب، وكان الدافع وراء الهجرة تحسين الوضع الاقتصادي. وعلى سبيل المثال فإحصائيات العمالة الأجنبية في قطر سنة 1975 كانت كالتالي: حوالي 63% عمالة أجنبية من دول آسيا، وتقريبا 27% عمالة عربية، وفي حدود من 9 ل 10 من العمالة موزعة بين الأوروبيين والأمريكيين. ومع الوقت وزيادة فرص العمل وتوسع الاقتصاد القطري يجي البلد لمختصين وموظفين وعمال في كل المجالات تقريبا، النفط والإنشاءات والصحة والتعليم. كل ده أدى لزيادة عدد الأجانب والمهاجرين عن عدد السكان الأصليين. وفي 1977 يقرر أمير قطر خليفة بن حمد تعيين ابنه الشيخ حمد بن خليفة وليا للعهد. وفي 31 مايو 1977 يتم مبايعة الشيخ حمد كوليا للعهد، واللي بدأ في أداء مهام منصبه. ومن الإنجازات اللي بتسجل لولي العهد الشيخ حمد بن خليفة هو تعريب قيادة الجيش والشرطة. فبعد ما كان الأجانب محتكرين مناصب قيادة الجيش والشرطة لفترات طويلة، قد قرر الشيخ خليفة تعيين قطريين على رأس المناصب القيادية في المؤسسات الأمنية. بعدها بدأت قطر تنخرط أكتر مع دول الخليج في منظومة مجلس التعاون الخليجي. وفي 1984 استضافت الدوحة أول مؤتمر قمة خليجية. وفي 1990 شاركت قوات من الجيش القطري في حرب تحرير الكويت. وفي نفس السنة قررت الدوحة إلغاء كافة الديون والقوات المستحقة لدولة قطر على الدول النامية، وقالوا إن ده في سبيل تعزيز علاقتها مع الدول العربية. وفي نفس السنة 1990 اللي بدأ فيها إنتاج الغاز الطبيعي يتم تصدير أول شحنة غاز في 1991. وهي نفس السنة 1999 اللي بدأ فيها إنتاج الغاز الطبيعي عشان يتم تصدير أول شحنة غاز قطري في 1991. كل اللي فات ده من قرارات أو إنجازات صحيح تم في عهد أمير قطر الشيخ خليفة بن أحمد، لكن كان لولي العهد الشيخ حمد بن خليفة بصمة واضحة جدا فيه، واللي كان منها برضو إنشاء الخطوط الجوية القطرية. وكان واضح جدا استمرار ولي العهد على نهج والده وجده في الاهتمام بالتعليم والصحة، فقرر ولي العهد تأسيس جامعة قطر وإنشاء مؤسسة حمد الطبية. وبالعودة لعلاقات قطر مع القوى العظمى فخلال الفترة دي هنلاقي إن قطر أو ربما إمارات الساحل الشرقي كله لشبه الجزيرة العربية ما كانوش مرتبطين بعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الاعتماد بشكل مطلق أمنيا على الإنجليز. ولكن زي ما قلنا مع خروج بريطانيا من الخليج حصلت بعض المشاكل بين الدول زي مشاكل ترسيم الحدود مثلا. ومع انتهاء الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو بدأ التركيز الأمريكي يزيد على منطقة الشرق الأوسط، ويبدو إنه هدف الأمريكان إنه ما يكونش في دولة واحدة مهيمنة على المنطقة دي، يعني شايفين إنه ما ينفعش نسيب الفرصة للعراق أو إيران أو حتى للسعودية أو غيرهم إنه يكون قوة مطلقة في المنطقة. ومن هنا بدأت واشنطن في توثيق علاقتها بالرياض، واللي لقت فيها خير حليف. كانت أمريكا في 1988 زودت البحرين ب70 صاروخ مضاد للطائرات. طبعا تحركات أمريكا في المنطقة بالشكل ده أثارت مخاوف قطر، خاصة إن المنامة والدوحة كان بينهم نزاع حدودي على مناطق بحرية، نزاع كان قرب إنه يتحول لمواجهة عسكرية. فقررت قطر إنها تشتري هي كمان صواريخ، وما كانش قدامها وقتها غير السوق السوداء للسلاح. وبالفعل اشترت قطر 12 صاروخ في محاولة منها لتعديل موازين القوى مع البحرين. ولكن واشنطن اعترضت على صفقة السلاح دي وطلبت من قطر مش بس التخلص من الصواريخ دي، كمان طلبت الكشف عن الجهة اللي اشتريتهم منها. لكن قطر رفضت تماما المطالب الأمريكية. الرفض القطري ده دفع الكونجرس الأمريكي لفرض حظر تصدير السلاح لقطر لغاية ما تتخلص من الصواريخ اللي اشتريتها. وفضلت الأزمة دي مستمرة ما بين الدوحة وواشنطن لحد سنة 1992، يعني بعد انتهاء غزو وتحرير الكويت، واللي شهد تعميق العلاقات الاستراتيجية والعسكرية الأمريكية السعودية. وكان أمير قطر الشيخ خليفة معروف عنه قربه من ملوك السعودية، سواء الملك خالد بن عبد العزيز ومن بعده الملك فهد بن عبد العزيز. وفي 23 يونيو 1992 كانت دولة قطر بتوقع اتفاقية تعاون دفاعي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية وفرت لها مظلة حماية أمريكية، ودي كانت أول اتفاقية عسكرية دفاعية بتوقعها قطر خارج إطار مجلس التعاون. وبموجب الاتفاقية تشارك واشنطن في تدريب وتأهيل الجيش القطري، وكمان نظمت الاتفاقية الوجود العسكري الأمريكي في قطر، وأصبحت قطر مقر لأكبر قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في المنطقة. يعني نقدر نقول إنه كان في حالة أشبه بالتنافس والحذر بين دول مجلس التعاون الخليجي،
وبما ان اغلبها ما كانش كلها دخلت في اتفاقيات عسكريه مع امريكا، فسلكت قطر نفس الطريق. وفي 26 يونيو 1995 واثناء سفر امير قطر في رحله علاج في سويسرا يحصل في الدوحه انقلاب، لما قرر ولي العهد الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني عزل والده والسيطره على الحكم. وفي 27 يونيو 1995 يصبح الشيخ حمد بن خليفه اميرا لقطر، ويحصل على تأييد من شيوخ العائله الحاكمه وعموم الشعب القطري وبايعوه اميرا. واضطر والده حاكم قطر السابق للبقاء خارج البلاد في اوروبا، ومنها رجع لشبه الجزيره العربيه، وكان مقر اقامته ما بين السعوديه والامارات. بعدها بكم شهر وتحديدا في فبراير 1996 تكشف المخابرات القطريه عن محاوله لتنفيذ انقلاب عسكري على امير قطر، محاوله وراها والده الشيخ خليفه بعد حصوله على دعم مالي واستخباراتي وعسكري من الامارات والسعوديه والبحرين وكمان مصر. محاوله انقلاب عسكري كانت هتتم بمساعده شخصيات من داخل قطر ومن خارجها، وبحسب فيلم وثائقي بعنوان قطر 96 نشرته قناه الجزيره في 2018، فانصار الامير السابق الشيخ خليفه في الحرس الاميري وبعض ضباط وافراد في الجيش كانوا هيتحركوا لتنفيذ انقلاب عسكري والاطاحه بالشيخ حمد. ومع كشف المحاوله دي تم القبض عليه، وكمان اتهمت الاستخبارات القطريه عدد من افراد قبيله بني مره بدعم المحاوله الانقلابيه، وقررت سحب الجنسيه منهم وارسلتهم للحدود السعوديه. ونشر الفيلم لاول مره عدد من الشهادات والوثائق السريه اللي كان من بينها ان غرفه عمليات قياده الانقلاب كانت بتشمل كل من محمد بن زايد ممثلا للامارات، وحمد بن عيسى ممثل للبحرين، وعمر سليمان من مصر. ومن الوثائق اللي تم عرضها خطاب سري يتضمن موافقه امير منطقه الرياض سلمان بن عبد العزيز بنقل عدد من مسلحي القبائل بصوره سريه لداخل الدوحه لدعم الانقلاب العسكري مع دفع رواتبهم طوال فتره العمليه. لكن المحاوله تكشف ويتم افشالها، ويتم القبض على كتير من المدبرين والمشاركين فيها، ويحالوا للمحاكمه اللي تقضي باعدامهم، ولاحقا تخفف كل الاحكام الى السجن، وبعد فتره يتم الافراج عن كل المشاركين في الانقلاب. طبعا ادت المحاوله دي لتعقيد الامور اكتر بين امير قطر ووالده. كمان اتوترت العلاقات جدا وقتها بين قطر من ناحيه وبين الدول الداعمه للانقلاب العسكري فيها، الامارات والسعوديه والبحرين ومصر. ورغم العلاقات اللي بتجمع كل الدول دي مع الولايات المتحده الامريكيه، الا ان الدول المشاركه في محاوله الانقلاب العسكري وخاصه السعوديه والبحرين والامارات قرروا عدم الاعتراف بشرعيه حكم حمد بن خليفه. ولكن كان اللي حصل، وتمكن امير قطر الشيخ حمد واجهزته الاستخباريه والامنيه من احباط محاوله الانقلاب، وزادت قوته ونفوذه وسيطرته على الحكم، خاصه بعد التفاف العائله الحاكمه حواليه وتأييد الشعب القطري ليه. وفي نفس السياق وبعد حوالي 14 سنه على الانقلاب، وتحديدا في 2010 طلب ملك السعوديه عبد الله بن عبد العزيز من امير قطر حمد بن خليفه اصدار عفو عن عدد من السعوديين المعتقلين في قطر بتهمه الاشتراك في محاوله الانقلاب. عموما وبعد المحاوله دي وتحديدا في 2 ابريل 1996 يوصل رئيس الوزراء الاسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال شيمون بيريز يوصل الى الدوحه في زياره رسميه لافتتاح مكتب العلاقات التجاريه. على الرغم من ان قطر بلد نفطي، الا ان امير قطر الجديد حمد بن خليفه استلم البلد وكانت خزينه الدوله شبه خاليه، ولكن خلال فتره بسيطه بقت قطر في عهده واحده من اكبر دول العالم المصدره للغاز الطبيعي المسال. ففي كتابه قطر ساده اللعبه الجدد قال الكاتب اوليفيه دالاج ان امير قطر الشيخ حمد كان عنده هدف واحد بعد وصوله للسلطه، وهو وضع قطر على الخريطه العالميه. علشان كده استخدم الموارد الطبيعيه زي الغاز وغيره في تعزيز دور قطر في المنطقه، واعتمد في تحقيق هدفه على دعم وتأييد ومساندة شخصين محوريين، الأول زوجته الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والشخص الثاني وزير خارجيته الشيخ حمد بن جاسم. وفيما يبدو كأحد وسائل تحقيق هدفه، وبعد سنة واحدة بس من تولي حمد بن خليفة الحكم، وتحديدا في نوفمبر 1996 يتم تأسيس قناة الجزيرة، واللي بدأت بداية كبيرة مش بداية هواة أو ناس بتحط رجلها على أول الطريق، وده بسبب استثمار قطر للحظة انسحاب هيئة الإذاعة البريطانية BBC من مشروع إعلامي مشترك مع السعودية. فتعاقدت الجزيرة مع كتير من صحفي BBC أو لتلقوا تدريبهم فيها علشان يبدأوا العمل في واحدة من القنوات اللي هتوصل إنها تكون واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في العالم. وفي نفس السنة 1996 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في إرسال قوات عسكرية لقطر، قوات ومعدات متنوعة ما بين طائرات وجنود، وهي برضو السنة اللي بدأ فيها إنشاء
إنشاء قاعدة العديد الجوية، قاعدة اللي بتستوعب حوالي 11,000 جندي وأكثر من 120 طائرة مقاتلة، وضمت مركز القيادة العسكرية المركزية للمنطقة الوسطى والمركز المشترك للعمليات الجوية والمراقبة الفضائية. وكانت تكلفة إنشائها حوالي مليار دولار، حملت واشنطن منها 600 مليون دولار ودفعت قطر 400 مليون دولار. واستخدمت القاعدة في الحروب اللي قادتها أمريكا في المنطقة، حروب في دول لم تكن على عداء مع قطر، بداية من الهجوم الأمريكي على أفغانستان سنة 2001. وفي ديسمبر 2002 وقعت الدوحة وواشنطن اتفاقية تمنح غطاء رسمي للوجود العسكري الأمريكي في قاعدة العديد، وبعدها تم استخدام القاعدة في غزو العراق في 2003. كنا عاملين حلقات عن أفغانستان وطالبان وعن العراق وصدام حسين وغزو الكويت، هنسيب لكم الروابط في التعليقات، مهم تشوفوها. وفي أبريل 2003 تقرر نقل القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية من السعودية إلى قطر. فبعد ما كانت القيادة المركزية موجودة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، تم نقلها إلى قاعدة العديد بناء على طلب سعودي بخروج القوات الأمريكية من المملكة بعد توتر العلاقة بين الرياض وواشنطن بسبب هجمات سبتمبر 2001. وقتها عرضت قطر استضافة القوات الأمريكية اللي هتغادر الرياض، ودي كانت نقطة تحول تاني في مسار العلاقة بين الدوحة وواشنطن علشان يتم تأسيس القاعدة العسكرية الثانية، قاعدة السيلية، واللي بتعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية للإمداد اللوجستي العسكري خارج الأراضي الأمريكية. وفي 5 أغسطس 2003 قرر أمير قطر حمد بن خليفة تعيين ابنه تميم بن حمد وليا للعهد. تعيين تميم جه بعد تنازل أخوه الشيخ جاسم بن حمد عن ولاية العهد، وبعد تعيينه سيطر تميم على المناصب الأمنية والاقتصادية الأساسية في الدولة. تولى تميم قيادة القوات المسلحة بالنيابة عن والده، وبقى نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأشرف على خطط قطر المستقبلية واللي كان من ضمنها ملف قطر لاستضافة كأس العالم 2022 من خلال رئاسته للجنة الأولمبية. وبكده ومع وصول تميم بن حمد لولاية العهد والتوسع في مسؤولياته وصلاحياته، بدأ يقل ويتحجم دور شخص محوري في الدولة القطرية وهو الشيخ حمد بن جاسم، واللي كان بيرأس مجلس الوزراء القطري بالإضافة لمنصب وزير الخارجية، واللي كان ليه أدوار رئيسية في رسم السياسة الخارجية القطرية وكمان سياستها الاقتصادية واتجاهات استثماراتها الخارجية. ولكن مع وصول تميم بدأ خلال عهد والده انه يتولى بعض الادوار الخارجيه المهمه زي العلاقات القطريه السعوديه، واللي هي علاقات زي ما بتاتي في اطار الاخوه والكلام ده بتيجي برضه في اطار نديه وتنافس. وفي 15 اكتوبر 2004 يعود الشيخ خليفه بن حمد آل ثاني امير دوله قطر السابق يعود الى قطر مره ثانيه، ومعاه عدد من الشخصيات القطريه بعد سنوات من التنقل بين العواصم الخليجيه والاوروبيه لمده اكثر من 9 سنين. وكان امير قطر حمد بن خليفه في مقدمه المستقبلين في مطار الدوحه، اضافه لافراد من الاسره الحاكمه القطريه وكبار المسؤولين في الدولة. وبكده تكون انتهت تقريبا الخلافات بين خليفة وابنه حمد، وتقرر تسمية خليفة بالأمير الوالد، ولكن من غير ما يكون له أي دور في الحكم، مع احتفاظ أمير قطر بالحرية التامة في إدارة الدولة. وعودة الشيخ خليفة جت بعد جهود من إجراء مصالحة قطرية داخلية لتصفية كل المشاكل في الأسرة الحاكمة، اللي بدأت بزيارة أمير قطر لوالده في الخارج عدة مرات، ووصلت لإنهاء القضايا المرفوعة والمتعلقة بالحجز على حسابات بنكية. وبرضه تقرر الإفراج عن المعتقلين المشاركين في محاولة انقلاب 96. وفي 2005 أسس الشيخ تميم بن حمد شركة قطر للاستثمارات الرياضية، وهي الشركة اللي بتمتلك الآن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. أما على المستوى الإقليمي فممكن نقول إن قطر قررت تقدم نفسها كوسيط دبلوماسي في المنطقة، وبقى دور الوساطة الدبلوماسية عنصر أساسي من عناصر السياسة الإقليمية لقطر، ويمكن ده اللي ميزها عن باقي دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط، لدرجة إن الدستور القطري تضمن إن السياسة الخارجية القطرية تقوم على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية. في 2008 لعبت قطر دور كبير في حل الأزمة اللبنانية، وقدرت إنها تكون أحد الأسباب الرئيسية في إيقاف حرب أهلية كانت في طريقها من جديد للبنان. ووقع اللبنانيين في قطر على اتفاق الدوحة، الاتفاق اللي ساهم في عودة الهدوء للبنان وأسفر عن انتخاب رئيس جمهورية جديد. وفي ديسمبر 2010 أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم 2022 بعد تنافسها مع دولة اليابان وكوريا واستراليا وأمريكا، علشان تصبح أول دولة عربية وإسلامية وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف الحدث الرياضي الأهم عالميا. وفي 2011 نجحت قطر في حل أزمة دارفور في السودان بعد ما رتبت محادثات بين الحكومة السودانية من جهة ومتمردي دارفور من جهة تانية، وانتهت بتوقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وبرضه لعبت قطر دور كبير، برزت كلاعب رئيسي في مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية على بناء علاقات مع الأحزاب الإسلامية الجديدة اللي فازت في الانتخابات في عدة دول عربية منها تونس وليبيا ومصر. وكانت أغلب الأحزاب اللي تم انتخابها بعد ثورات الربيع العربي تابعين بشكل
بشكل أو بآخر لجماعة الإخوان المسلمين، وده نتج عنه خلافات بين قطر وبين دول الجوار خاصة الإمارات والسعودية. وده خلاف بدأ من لحظة اندلاع ثورات الربيع العربي، واللي كان الموقف القطري المعلن فيها هو تأييد مطالب الشعوب، والدور اللي لعبته قناة الجزيرة في نقل الاحتجاجات والاعتصامات في مقابل العداء الخليجي للثورات ودعم زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر. في حين كانت أكبر نقاط الخلاف بين السعودية وقطر هو التعامل مع إيران. قطر وإيران بيشتركوا في حقل غاز الشمال اللي في الخليج العربي، يعني مكانه المياه الإقليمية بين قطر وإيران، وده بيعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ومفيش أي مصلحة لقطر من قطع العلاقات مع إيران أو الدخول معاها في نزاعات، في حين إن السعودية وإيران بيتبادلوا العداء علنا أحيانا. وبرضه قطر لعبت دور في دعم حركات المقاومة الفلسطينية لما استضافت المفاوضات بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية حماس، واللي وقعوا في 2012 إعلان الدوحة للمصالحة الفلسطينية، ونوصل لسنة 2013 وتقريبا في ذكرى مرور 18 سنة على تولي الشيخ حمد لحكم قطر، وتحديدا 25 يونيو 2013 خرج أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة في خطاب لعموم الشعب القطري أعلن فيه تنازله وتسليم الحكم لولي العهد تميم بن حمد، وقال في خطابه إن الوقت جه علشان يتولى جيل جديد حكم البلاد. وللعلم خطوة التنازل عن الحكم دي ما كانتش وليدة اللحظة، ففي 2010 أجرى الأمير حمد حوار مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية قال فيه إن ملفات الدولة القطرية اللي تحت إدارة مباشرة من تميم وصلت نسبتها ل 85% تقريبا، وإنه بيعمل كده علشان يجهزوا للحكم من بعده بشكل تدريجي. وبكده بقى تميم بن حمد هو أمير دولة قطر. وقتها كان عمره 33 سنة بس. بعد تسلمه للسلطة أصدر الشيخ تميم قرار بأنه يكون اللقب الرسمي للأمير حمد هو صاحب السمو الأمير الوالد. وفي أول خطاب ليه أكد أمير قطر تميم بن حمد أن بلاده ستظل منحازة لقضايا الشعوب وأنها ستبقى كعبة المضيوم، ودي عبارة كان قالها مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ومعناها أن قطر ستنحاز لجانب المظلومين. وبحسب بعض التقارير فبعد تنازل الشيخ حمد وتولي تميم مقاليد الحكم بالكامل ظهرت خلافات بين تميم ووالدته الشيخة موزة بنت ناصر بسبب تدخلها برسم وتحديد بعض سياسات قطر الخارجية. وبرضه واجه تميم تحديات من طرف بعض القبائل القطرية وقدر انه يتعامل معهم سياسيا ويستوعبهم. وفي 2014 تم اجراء عملية اعادة تنظيم للوزارات وتعين عدد كبير من افراد القبائل والامراء في الوظائف المدنية والمناصب الوزارية. وبشكل عام يبدو ان دي كانت سياسة تميم، لانه في كتير من القطاعات زي الغاز والتصنيع الصحة والتعليم كان بيتجه لزيادة وتمكين القطريين، مش بس في المناصب الهامة الكبرى، ده كمان الوظائف الرئيسية والتنفيذية في المؤسسات زي رؤساء الأقسام والمديرين ونوابهم. وقرر أمير قطر تميم بن حمد تعيين الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني في منصب رئيس الوزراء كمؤشر على تغيير التوجه العام في السياسة القطرية. فبجانب رئاسته لمجلس وزراء تم منحه منصب وزير الداخلية بدل منصب وزير الخارجية كما كان معتاد خلال فترة تولي رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم، علشان يكون تركيز رئيس الوزراء على السياسة والأمور الداخلية، وأمر منطقي بالنسبة لحكومة قطر، خاصة أن أحد أبرز المشكلات اللي كانت بتواجه الحكومة وقتها هو استمرار زيادة معدلات الهجرة ليها وارتفاع تكاليف المعيشة في الدوحة، ده غير الضغوط الإضافية اللي فرضتها الاستعدادات لكأس العالم. أما على مستوى السياسة الخارجية فتغير حاكم قطر ما أثرش على طريقتها، واستمرت الدوحة في تقديم نفسها كدولة بتسلك النهج الدبلوماسي لحل الخلافات، وكان لها حضور في عدد من مبادرات السلام أو المفاوضات. وفي 20 مايو 2017 يحضر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني لجانب رؤساء وزعماء عرب فعاليات قمة الرياض اللي استضافت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول زيارة رسمية ليه لمنطقة الشرق الأوسط. ومن هناك أعلن تميم التزامه بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي في سبل محاربة ما وصفوه بالتطرف والإرهاب. وبعدها بأيام قليلة وتحديدا في 24 مايو 2017 نشر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية تصريحات لأمير قطر قال فيها إن إيران بتمثل ثقل إقليمي وليس من الحكمة التصعيد معها. طبعا إيران هي الخصم والعدو بالنسبة للسعودية. وفي نفس التصريحات دعا تميم لضرورة الاهتمام بالتنمية ومعالجة الفقر بدلا من الاهتمام بصفقات الأسلحة اللي بتزيد التوتر في المنطقة، وقال إن قطر بتحاول توصل لتحقيق السلام بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ولكن كل التصريحات دي كانت مفبركة. وأعلن مدير وكالة الأنباء القطرية إن
إن موقع الوكالة تم اختراقه ونشر عليه تصريحات كاذبة ونسبت لأمير دولة قطر، وأكد إن الشيخ تميم لم يدلي بأي تصريحات وما كانش ليه أي خطابات خلال اليوم تضمنت أي من الأخبار المنشورة. ورغم النفي الرسمي القطري، استمرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية في تناول وتحليل ونشر التصريحات مع نسبها لأمير قطر، خاصة قناتي العربية وسكاي نيوز عربية، وهم تقريبا اللي قصدهم مدير وكالة الأنباء القطرية لما قال إنه مستغرب من إصرار بعض وسائل الإعلام في نشر التصريحات المفبركة ونسبها إلى أمير قطر. وبالتزامن مع اختراق وكالة الأنباء القطرية وهي الوكالة الإعلامية الرسمية للدولة، تزامن مع الاختراق ده توقف بث قناة الجزيرة لفترة في دولة الإمارات والسعودية بدون إعلان أو معرفة الأسباب. وفي نفس الوقت أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه تم رصد أكثر من 10 مقالات تم نشرها في الصحافة الأمريكية استهدفت دولة قطر بشكل واضح وتزامنت مع الاختراق والتصريحات المفبركة. وبعد أسبوع تقريبا وتحديدا في 5 يونيو 2017 أعلنت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتهم الدبلوماسية مع دولة قطر، وأغلقوا جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية المشتركة مع قطر في أزمة اتصنفت على إنها الأسوأ من وقت تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 1981. وسمت الدول الأربعة موقفها بمقاطعة قطر علشان تبقى الدول المقاطعة، واستندت الدول الأربعة في مقاطعتها لقطر على اتهامها بأنها دولة ترعى الإرهاب. وفي اليوم التالي نشر الرئيس الامريكي دونالد ترامب تغريده على حسابه في تويتر كان معناها ان مقاطعه وعزل قطر من الممكن انها تكون بدايه النهايه لرعب الارهاب في العالم، وانه خلال قمه الرياض اشار جميع الحضور الى قطر واتهموها بتمويل الارهاب. وشاف ترامب ان القمه بدات تؤتي ثمارها بعد اتخاذ الدول مواقف متشدده مع الدوله اللي بيوصفوها بمسانده الارهاب. وبعد ايام من الحصار اجبرت الدول الاربعه مواطنيها على مغادره قطر، واعلنت السعوديه والامارات والبحرين مهله اسبوعين لمغادره الزوار والمقيمين القطريين. اما الامارات فاعلنت ان اي حد هيتعاطف مع قطر حتى لو كان بتغريده على وسائل التواصل الاجتماعي هيتم معاقبته وفرض غرامه ماليه لا تقل عن 500,000 درهم بالاضافه للسجن لمده تصل ل 15 سنه. اما قطر فنفت تماما الاتهامات الموجهه ليها وابدت استيائها من القرارات اللي اتخذت ضدها وضد شعبها، وقالت انها بتتعرض لحصار، ووصفت قطر الدول دي بانها دول الحصار. وبعد يومين من اعلان المقاطعه او الحصار وتحديدا في 7 يونيو 2017 يصدق البرلمان التركي بالاغلبيه على اتفاقيات التعاون العسكري بين تركيا وقطر، الاتفاقيات اللي تم التوقيع عليها سنه 2015 وجرى عليها بعض التعديلات في 2016. وبموجب التصديق البرلماني ده منحت القوات المسلحه التركيه الموافقه لنشر قوات عسكريه في قطر وانشاء قواعد عسكريه فيها، على ان تتولى قيادات البلدين والمسؤولين المعنيين تحديد حجم القوات ونوعيه التسليح. بعدها صرح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالموافقه على الاتفاقيه، واكد ان التعاون بين البلدين مش هيقتصر على الجانب العسكري بس، ولكن هيشمل انواع اخرى منها توفير مستلزمات ومواد البناء حتى تستطيع قطر استكمال بناء مشاريع كأس العالم، وكمان المساهمه بتعويض السوق القطري باي منتجات غذائيه او حتى ادويه بعد فرض الحصار عليها. بعدها خرجت مطالبات تطالب بسرعه غلق القاعده العسكريه التركيه في قطر واخراج القوات التركيه منها، وكان رد وزير الدفاع التركي ان بلاده لن تغلق قاعدتها في قطر واللي هي موجوده فيها بشكل رسمي بناء على اتفاقيه موقعه بين حكومات البلدين. وفي 15 يونيو 2017 بعد 10 ايام بس من اعلان مقاطعه قطر بسبب تمويلها للارهاب، يوقع وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس مع وزير الدفاع القطري خالد العطيه اتفاقيه مشتركه، اتفاقيه بموجبها هتشتري قطر طائرات F-15 في صفقه قدرت قيمتها ب 12 مليار دولار. ولكن رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ الامريكي بوب كروكر رفض اعطاء الاذن لاتمام اي صفقه بيع اسلحه لاي من دول الخليج حتى يتم حل الازمه الخليجيه. ولكن في فبراير 2018 اتغير القرار وطلبت قطر شراء 36 طائره اضافيه، وكان المفترض تستلمهم كلهم سنه 2022. وللمفارقه وعلى الرغم من العلاقات الجيده اللي جمعت قطر بامريكا منذ تسعينات القرن الماضي، الا ان الدوحه وحتى نهايه 2018 ما كانتش بتمتلك اي دبابه امريكيه، وبتعتمد بشكل كبير في العتاد العسكري على فرنسا. وفي يوم 23 يونيو 2017 اصدرت الدول الاربعه الامارات والسعوديه والبحرين ومصر ما يعرف بقائمه المطالب، وهي قائمه فيها 13 مطلب قالوا ان قطر لازم تنفذهم كلهم، ولما تنفذ كل المطالب سيتم انهاء المقاطعه. وكان من بين المطالب دي الاغلاق الفوري للقاعده العسكريه التركيه في قطر، وقف اي تعاون عسكري مع الاتراك،
خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، إغلاق شبكة قنوات الجزيرة، قطع أي علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله اللبناني، تسليم قطر كل الشخصيات المطلوبة من الدول الأربعة وتتحفظ على ممتلكاتهم، وكان عددهم 59 شخص أغلبهم مصريين، وكان من ضمنهم رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وأعلنت الدول المقاطعة إن قطر ما قدامهاش لحل الأزمة إلا الموافقة على 13 مطلب وتنفيذهم، وادوها مهلة للرد مدتها 10 أيام بس. وفي 1 يوليو 2017 يعني بعد مرور حوالي أسبوع من تقديم قائمة المطالب ال13، أعلنت قطر رفضها لجميع مطالب دول الحصار، واعتبرتها هجوم على السيادة القطرية، وإن الهدف من القائمة دي فرض وصاية دول الحصار على قطر. وفي 7 يوليو أصدرت الدول المقاطعة بيان مشترك قالت فيه إن قطر لم تستجب للمطالب، وتوعدت الدول الأربعة بإجراءات إضافية ضد قطر. وفي 11 يوليو 2017 وفي تحرك اعتبره البعض ذكي جدا، وقعت الدوحة مع واشنطن مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله. في نفس الوقت ده كان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بيعمل جولة في منطقة الخليج في محاولة لتسوية الأزمة الخليجية، وزار قطر وقابل الأمير تميم بن حمد. وقتها كأن المواطن العربي دماغه عملت ايرور، اللي هو ازاي قطر كانت لسه من كام يوم من وجهة النظر الامريكية وبكلام رئيس امريكا نفسه دولة بتمول الارهاب وبترعاه، ويبدو ان ترامب داعم لمقاطعة قطر. ومنين دلوقتي نفس الدولة امريكا مؤسساتها بتوقع مع قطر اتفاقيات لمكافحة الارهاب وتمويله وصفقات بيع سلاح، ووزير الخارجية بنفسه في قطر. وفي 17 يوليو 2017 نشرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية تصريحات لمسؤولين في المخابرات الامريكية نسبوا فيها اختراق وكالة الانباء القطرية الى دولة الامارات. وبعدها بايام اعلنت وزارة الداخلية القطرية ان تحقيقاتها توصلت الى ان عملية الاختراق تمت من داخل دولة الامارات. وقبل نهاية عام 2017 صرح النائب العام القطري علي بن فطيس المري ان التحقيقات اثبتت تورط احدى الوزارات السيادية في دول الحصار في قضية اختراق وكالة الانباء القطرية. وعلى الرغم من ظروف المقاطعة او الحصار الا ان قطر قدرت انها تتخطى كتير من الازمات، بل وكمان تحقيق بعض الانجازات. فعلى المستوى الاقتصادي مثلا، ففي مرحلة قبل الحصار كانت قطر بتعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد، وبتستورد اغلب بضائعها وخدماتها من دول الجوار على الرغم من ارتفاع التكاليف الاقتصادية. ولكن بعد الحصار اتجهت قطر في البداية وبسرعة لتوفير احتياجات السوق والمواطنين من أي دولة وبأي سعر، من الهند، إيران، تركيا وغيرهم، وساعد في نفس الوقت للتصنيع وتحقيق اكتفاء ذاتي لبعض المنتجات. فبعد ما كانت قطر دولة بتستورد الحليب ومشتقاته من السعودية بشكل أساسي، أصبحت دولة مكتفية ذاتيا من منتجات الألبان، عشان يكون الخاسر الحقيقي هي السعودية والإمارات بعد ما فقدت شركاتهم سوق كبير كانت بتورد بيه منتجاتها. وعودة للمقاطعة، ففي اللحظات الأولى دخلت دولة الكويت على خط الأزمة وحاولت التوسط بين دول الحصار وقطر، وسافر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في جولات لدول الخليج حاول خلالها تقريب وجهات النظر. ولكن بحسب كلام الأمير صباح فالأزمة واللي كان يبدو أنها بدأت بشكل مفاجئ كانت أكبر وأعمق مما يظن الجميع، وأن الوسيط الكويتي اتفاجأ بمحاولة من دول الحصار لتنفيذ عمل عسكري ضد قطر، لكنه نجح في وقفه. واصطدمت جهود الكويت بعراقيل من دول الحصار لدرجة ان رؤساء وملوك السعوديه والامارات والبحرين ما حضروش القمه الخليجيه اللي كان من المفترض عقدها في الكويت. وعلى الرغم من كده استمرت الكويت في لعب دور الوساطه، ودخلت معاها على خط الوساطه دوله عمان في محاوله لحل الازمه. وعلى الرغم من المقاطعه او الحصار والحرب الاعلاميه الشديده جدا، كانت قطر لا تزال مستمره في لعب ادوارها الدبلوماسيه. في فبراير 2020 وبعد جولات من المفاوضات يتم توقيع اتفاق الدوحه للسلام في افغانستان بين حركه طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، وبكده أكدت الدوحة إنها بتحتل مكانة عالمية، وأصبحت الوساطة دي ركن أساسي من أركان السياسة الخارجية لقطر، خاصة مع نجاحها وقدرتها على جمع ممثلي طالبان وممثلي واشنطن في غرفة واحدة، وده اللي فشلت فيه دول تانية كتير زي الإمارات والسعودية وباكستان، واللي عرضت الوساطة بين طالبان وأمريكا وحاولت تقوم بالدور ده وسحبه من الدوحة. وفي يوليو 2021 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إنهاء خدمة ما يسمى بمجموعة دعم المنطقة، والمجموعة دي كانت بتدير 3 منشآت عسكرية في قطر، وهي قاعدة السيلية الرئيسية بالإضافة لمعسكر السيلية الجنوبية ونقطة إمداد بالذخائر فالكون. ونقلت أمريكا المجموعة من قطر للأردن. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية استمرار تواجدها العسكري من خلال قاعدة العديد الجوية، وأكدت أن قطر شريك مهم لواشنطن في المجال الأمني والعسكري. وفي 5 يناير 2021 انعقدت القمة الخليجية 41 في محافظة العلا في السعودية. ولكن قبل القمة بيوم أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح أن السعودية وقطر توصلا لاتفاق بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين في خطوة هي الأولى لإنهاء الأزمة الخليجية. وفي نفس اليوم يعلن الديوان الأميري
يجري في قطر عن ترأس الشيخ تميم بن حمد وفد قطر في القمة في بادرة واضحة وصريحة إن الأمور في طريقها للحل. وشهدت القمة غياب حكام الإمارات والبحرين وعمان ومصر اللي تم دعوتها، وده كان مؤشر إن 3 دول من أصل 4 بدأوا مقاطعة قطر في 2017 هم حاليا مش موافقين على التقارب السعودي القطري. وبعض التقارير قالت إنهم ما كانوش راضيين عن قرار فتح الحدود بين الرياض والدوحة، وإن الإمارات حاولت بكل الطرق مقاومة فكرة المصالحة مع قطر، وحصلت خلافات كبيرة بينها وبين السعودية واللي انتهت بتمسك السعودية بإنهاء المقاطعة وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. عموما كان أبرز مخرجات قمة العلا توقيع رؤساء وملوك دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر على بيان العلا، البيان اللي أنهى أزمة استمرت حوالي 4 سنين. بعدها أشارت أغلب التقارير الصحفية أن قطر قدمت أمر واحد بس لدول الحصار أو المقاطعة، وهو تنازل الدوحة عن الدعاوى القضائية اللي كانت رفعتها ضد دول الحصار. بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق العلا، وتحديدا في 20 يناير 2021، اتفقت الدوحة والقاهرة على استئناف العلاقات الدبلوماسية فيما بينهم، وقبلها كانت حركة الطيران رجعت من جديد. وفي أغسطس 21 وقعت السعودية وقطر بروتوكول لإنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري. وللعلم كانت السعودية أول الدول اللي أعادت سفيرها للدوحة، وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العاصمة الدوحة في بدايات شهر ديسمبر 2021. وفي الشهر نفسه وصل أمير قطر للعاصمة السعودية الرياض لحضور الدورة ال 42 لمجلس التعاون. وفي يونيو 2022 زار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد زار العاصمة المصرية القاهرة في زيارة هي الأولى من حوالي 5 سنين. بعدها بأشهر وتحديدا في 13 سبتمبر 2022 كان تميم بيستقبل السيسي في الدوحة في زيارة هي الأولى ليه لدولة قطر. وفي 20 نوفمبر 2022 توجهت أنظار العالم كله إلى الدوحة مع افتتاح بطولة كأس العالم في قطر المونديال، اللي طول السنين الأخيرة تم التشكيك كتير جدا إنه مرة هيتلغي ومرة هيتسحب من قطر وهيتلعب في السعودية والبحرين. تشكيك كان بيتم بطريقة إنها مش شائعة أو شكوك، دي الحقيقة المطلقة، واحنا لسه خارجين من مكتب رئيس الفيفا ومعانا القرار. في طريقة معتادة بتمارس في الإعلام، وللأسف بتمارس كتير ومن دول كتير، وبيكون الضحية الشعوب. مع افتتاح المونديال حضر عدد من الرؤساء والحكام المباراة الافتتاحية في استاد البيت في مدينة الخور، وكان منهم الملك عبد الله والسيسي وأردوغان، واللي شهدت الأراضي القطرية أول لقاء بينهم منذ تنفيذ السيسي لانقلابه العسكري في يوليو 2013 بعد سجالات وتصريحات بين الطرفين. وفي 18 ديسمبر 2022 اللي هو اليوم الوطني القطري يتم تنظيم المباراة النهائية للمونديال بين منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا، وتفوز الأرجنتين بالنهائي. وقبل ما يحمل لاعبيها كأس العالم يهدي الأمير تميم بن حمد البشت العربي ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني في لقطة هتفضل مستمرة في الأذهان سنين طويلة، ودار حواليها جدال كبير بين مؤيد وفرحان وبين رافض ومتضايق. قصة قطر زيها زي قصة كل الدول والحكومات تقريبا، اللي مهما اختلفوا في طريقة تأسيسهم اختلفوا في شكل أنظمتهم، الطريقة اللي بيحكموا بيها، نظرتهم لشعوبهم، إلا أنهم غالبا كلهم بيتشابهوا في محطات سريعة. هتلاقي إن مفيش حد هيفضل للأبد مهما حكمت وسيطرت، مهما تغنى باسمك وبحكمتك، هيجي يوم وتمشي، ترحل، يتم الانقلاب عليك، الإطاحة بيك، تعتزل الحكم أو تموت. الفرق بس إن كل حاكم بيكون هو المسؤول عن اختيار الباب اللي هيخرج منه. قصة قطر بتوضح إن السياسة ما فيهاش مواقف ثابتة، يعني حليفك النهاردة ممكن بكرة الصبح وفجأة يكون ألد أعدائك، وعدوك في لحظة يبقى أعز أصدقائك، وتبقى الشعوب تشاهد. والسؤال والقول النهائي هنا مش هقول حتى متى، هقول كان يا مكان. ابدي اعجابك بالحلقة واشترك في قناتي بكر المصري، وقول لنا رأيك في تعليق، وشارك الفيديو لو حابب تدعمنا، واستنونا. كان يا مكان. انا اقدم واحد في العمارة. ده انا سيد باشا.